السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لإخوان المتابعين قناة طيب وشاطر. في هذا الموضوع ديال اليوم بغينا نناقشوا واحد القضية اللي هي معروفة حاليا في الوسائط، كموضوع السردين، أو كموضوع ملحد ديال مراكش. شحال من واحد كيتكلم على هذا الموضوع وفيه بزاف ما يتقال، ولكن المسألة اللي هي كطرح نفسها هو خاصنا نرجعوا لواحد الخطاب اللي وقع في سنة 2018. في سنة 2018 كانت حملة ديال المقاطعة للحليب والمازوت والماء. يعني كاينين ثلاثة الشركات تعلن عليهم المقاطعة بحكم شركتين تابعين لشخصية سياسية. يعني جوج الشركات تابعين لخنوش رئيس الحكومة الحالي اللي هو كان وزير الفلاحة. ملي تعلنت هذه المقاطعة خرج أمين العام ديال البام في البرلمان قال علاش الحكومة ما واجباتش أو لا ما استجابتش الطلب ديال الشارع المغربي أو لا ديال مواقع التواصل الاجتماعي. هذا السيد اللي كان أمين عام للحزب الأصالة والمعاصرة كان ديك الساعة محيح في البرلمان، قال لك علاش الشعب قال المقاطعة وانتم ساكتين ودايرين، يعني محيح، وبدا كيضرب بيديه كيغوت كيعربط، يعني باش يبين لنا بأن واحد الشخصية معارضة، شخصية اللي هي كتدافع على المواطن مزيان. داز هادشي كلشي، الناس تقوا بداك الخطاب أو صدقوا داك الخطاب أو البروباغندا أو الدعاية اللي كان دار، صدقوها بعض الناس صوتوا عليه. نجا هاد السيد وصل قبل الانتخابات قال لك انا ما نرضاش نكون وزير داخل حكومة لشخص اخر. يعني قال لك ما يمكنش ليا انا حزب عتيد ما نقبلش نكون وزير ويكون شي واحد اخر رئيس الحكومة عليا. صوتوا الناس على هاد الثقة او هاد المشروع اللي كان عرض على الناس، صوتوا عليه، نجح في الانتخابات. قال لكم قال الشعب المغربي 1-0. يعني راني دوزت هذا الخطاب، نجحت به في الانتخابات، نتوما الى الجحيم. من بعد الانتخابات خرج السيد مشى شاد وزارة العدل، اول خطوة دارها سحب قانون الإطراء غير مشروع. يعني من اين لك هذا؟ حيدو. ولكن حيدو لاش؟ الا كتلاحظوا هذه القضية، من اين لك هذا؟ حيدو غير على رؤساء الجماعات البرلمانيين المسؤولين الحكوميين، هاد الناس اللي تحيد لهم هذا القانون الإطراء غير مشروع. من بعد هاد السيد خرج قال لك اودي خاص اي واحد دار الشكايه لشي رئيس جماعه او لا شي منتخب او لا شي مسؤول في شي قطاع، ما عندوش الحق يدير الشكايه، ولا دار الشكايه خاصنا نمشيو نحققوا مع هذاك ولا نعيطوا على ذاك المسؤول نسولوه نقول له واش سرقتي هذه ولا ما سرقتيهاش. الا قال لنا لا ندفعوه هو 30 عام ديال الحبس. يعني في المواقع التواصل الاجتماعي كيهضر على 20 عام 30 عام 40 عام ديال الحبس. هاد السيد هو اللي كان كيغوت في البرلمان قال لك علاش ما كتواصلوش مع الفيسبوك، وهاد السيد هو اللي عنده عقدات اليوم على الفيسبوك. اي واحد ناقشو ولا طرح ليه شي سؤال الا كتجي ليه استدعاء. من بعد غنشوفها حاجه اخرى، غنرجعوا للخطاب ديال اخنوش اللي كان قال لك المغاربه اللي ناقصاهم التربيه غنعاودوا ليه التربيه. كنشوفوا دابا الاعتقالات، النشطاء، الناس اللي كيدويو على الزرزال ديال الحوز، يعني مسؤول على تنسيقية ضحايا زلزال الحوز راه هو في الحبس. الناس ديال الريف
اللي كان وهبي كيقول لك اين فوا حنا نوصلوا للحكومه غنطالبوا بالافراج ديال هاد الناس. ودابا هو في وزاره العدل عنده يعني في يديه كلشي ممكن يطلق لهاد الناس. ما كاين حتى شي حاجه، ما دار شي طلب، ما كاين والو. يعني قال لك خاصهم هما يطالبوا الرسوم. يعني الا غادي يطالبوا راه ما تحتاج انت اللي تعطي داك الوعود. يعني ديك الخطوه ممكن يديروها الناس ديال الريف بلا بك. حاجه اخرى، اي واحد كيناقش شي موضوع في الفيسبوك كيقولوا ليه اودي كدير انت زعزعه الاستقرار او انفصالي او بغيتي تخرب الدوله. واش واحد الانسان اللي كيملك باج في الفيسبوك او صفحه او كريا غير كونت في الفيسبوك، واش هاد السيد هو اللي غادي هو اللي غادي يحرك لينا الاستقرار ديال البلاد؟ ولا واحد الانسان اللي كيخرج شي قرارات لا شعبيه وكينفذهم على الشعب وكيكونوا غالبا استفزازا للشعب المغربي؟ واش هاد السيد هو اللي كيدير زعزعة الاستقرار، ولا واحد الانسان اللي هو غير مجرد عبر على فكرة اللي كاينه في مخه او في دماغه، عبر عليها في الفيسبوك ومشى للحبس؟ مزيان. المبرر اللي عطانا وزير العدل ملي سولوه الصحافه قالوا ليه اودي علاش انت كتدافع على الفساد ولا بين قوسين على المسؤولين المنتخبين اللي كيخربقوا في المناصب ديالهم؟ قال لهم الا خلينا الجمعيات ديال حمايه المال العام او جمعيات حقوقيه دير شكايه ملي كيكونوا خروقات في شي مشروع ولا الطريق ولا الماء، من هنا ل 2026 ما غاديش نلقاو اللي يترشح. يعني هنا غنوقفوا فيه في واحد السؤال: واش هذا الحزب او هذا الشخص كيعرف غير الناس الفاسدين في المغرب؟ ما كاينينش الناس الشرفاء، ما كاينين الناس نزهاء، ما كاينينش الناس اللي نقيين في المغرب؟ يعني واش هذا السيد بغى يسوق للعالم لان المشكل فين كاين؟ هو ملي كيتفرج فيك واحد الانسان خارج المغرب وكيشوف الخطاب ديال وزير العدل وامين عام الحزب سابقا. ديك الساعه راه كان امين عام الحزب فاش قال هذه الكلمه. ملي كيقول لك راه الا كنا كنحاكموا الناس اللي نهبوا المال العام راه ما غاديش نلقاو اللي يترشح. انا ديك الساعه الا كنت في واحد الدوله اخرى من غير المغرب غنقول واقيلا المغرب فيه غير الفاسدين فقط. يعني شكون اللي كيزعزع الاستقرار ديال البلاد؟ واش هذاك اللي كيسوق للعالم كيقول لهم راه حنا عندنا غير الفاسدين؟ الا حطينا القوانين اللي كتجرم الاطراء غير مشروع ما غاديش نلقاو اللي يترشح غدا وبعد غدا؟ واش هذا اللي كيزعزع الاستقرار ديال البلاد؟ ولا واحد الانسان اللي كيخرج كيدير لايف في الفيسبوك ولا كيناقش شي موضوع كيقول لك اودي حكا راه ماتيشا غاليه ولا السردين غالي ولا سميتو غالي؟ نرجعوا لواحد النقطه اخرى. هاد عبد الاله ديال مراكش، عبد الاله المراكشي او مول السردين، في الاول ملي يلاه نضت الضجه جاو ديريكت سدوا ليه المحل. يعني شوف الفكره ديال هاد الناس كيفاش كيفكروا. يعني هذا باع السردين ب5 دراهم، خاصنا نقلبوا ليه على شي قلب ما نفذوا ليه يزيد بحالو. اشنا هو كنقولوا ليه راه ما عندكش الرخصه ديال المحل. من بعد تدخلوا الناس اخرين تحل المحل. علاش هاد السيد تدخلوا هادو وحلوا ليه المحل ديالو؟ ماشي نصفوه. انا شخصيا ما كيبان ليا بان عبد الاله ديال مراكش تنصف. لان الا غيتنصف عبد الاله ديال مراكش خاص يتنصفوا الناس اللي هما ساكتين ما جايب لهم حتى شي واحد اخر. لان لو كان يعني نحطوا هذه الفرضيه اي واحد فيكم يعني يحط هذه الفرضيه قدام عينيه. لو كان هذا عبد الاله ديال مراكش هذه القضيه ديالو ما جايب ليها المغرب كلشي الاخبار حتى مركز القرار في المغرب وصل لهم الفيديو، كلشي وصلوا الفيديو، واش غادي يقول لها ودي راه سمح لينا راه غلطنا اجيو نحلوا لك المحل ديالك؟ لا ما يمكنش. واش لو كان عبد الله ديال مراكش ما عندوش داك قضيه الراي العام، يعني الفيسبوك والتويتر
والتيك توك واليوتيوب تنشر فيه الفيديو ديالو ودار، وكان نقاش عام ديال الناس. واش هاد عبد الله كانوا غيخليوه باقي يبيع الحوت ولو في المريخ؟ لا، لان غترجعوا معايا لبعض الباعة المتجولين اللي كان عندهم المشكل بحال هاد السيد. كانوا تحاربوا في تيزنيت. الا عقلتوا على واحد السيد حرقوا ليه الادوات ديال المدرسه، الكروسه ديال الادوات ديال المدرسه في تيزنيت. لان علاش؟ يعني غنرجع معكم قبل 2014، يعني في 2012 2013 2014. هاد الدري في 2013 كان حضر في واحد الوقفه ديال التنسيقيه الباعة المتجولين في واتزم. مشى حضر فيه، يعني ساند واحد المعتقل في واتزم اللي هو بائع متجول. ملي رجع من واتزم لتيزنيت جا مع الدخول المدرسي. ملي حط السلعه ديالو في تيزنيت هزوها ليه داوها تحرقات ديك السلعه. واش هاد الدري تنصف؟ لا، ما تنصفش. اش وقع ليه؟ هاد الدري ممنوع عليه يفرش في المغرب كلشي. يعني هاد الدري راه هو خارج دابا على برا بلا ما نذكر سميتو كاي احتراما له. ما بغيتش انا نجبد سميتو لان كنحترموه وكنقدروه. هاد الدري منعوه باش يفرش في اسفي، منعوه في الحسيمه، منعوه في الناظور. يعني هو الصديق ديالي وكنعرفو، عاود ليا كلشي. اي بلاصه كيحط فيه كتمشي ليه سلعته، اي بلاصه كيحط فيه كتمشي ليه سلعته. يعني القمع. جرب دار كروسه داوها ليه، وعاود اي مدينه مشى ليه كيحطوا عليه، اي مدينه كيبان فيه كيشحطوه، اي مدينه كيبان فيه كيشحطوه. وملي كيهزوا ليه السلعه اش كيقولوا ليه؟ كيقول لهم واش انا بوحدي؟ واش انا بوحدي اللي جيتو ليه؟ يعني كيكونوا 40 فراش ولا 50 فراش في شي بلاصه كيجيو ليه هو بوحدو كيهزوا ليه سميتو كيديوها ليه. كيقول لهم واش انا بوحدي؟ كيقول ليه بغيناك غير انت بوحدك اللي بغينا صافي. اياه سيدي بغيناك غير انت، وسير انت طلع للسما وقولها فيه. ولكن القضيه ديالو ماشي قضيه راي العام. كان هدد بالانتحار، كان دار جميع الخطوات النضاليه دارهم. ملي كيدير شي خطوه نضاليه كيمشي للحبس. دوز الحبس نقول لكم جوج المرات او ثلاثه المرات، يعني جوج المرات متاكد فيهم بان دوز 4 شهور على 6 شهور. يعني لو كان عبد الله ديال مراكش ماشي قضيه راي العام غيوقع ليه كيف وقع لهذا الدري ديال تيزنيت. وكان الرساله اللي بغيت نوصلها راه الحل الوحيد اللي عندنا كشعب كمواطنين هو هذا الفيسبوك واليوتيوب وهاد الوسائل التواصل الاجتماعي، باش ما لقينا نوصلوا به الفكره ديالنا او الاقتراحات ديالنا او الاضرار اللي عندنا نوصلوهم رغم ما بقاش الهامش ديال الحريه، ما بقاش عندنا. اي واحد غادي يهضر، اي واحد غادي يدير شي حاجه الا غادي يجيوه الشكايات. ولكن ملي كنكونوا قويين وكنامنوا بواحد المبدا، يعني ما نكونوش تيليكوماند كيحركنا شي واحد اخر من الخلف، او كيملي علينا شي واحد ما نقولو، او كيعطينا شي واحد باش ندير تصفيات الحسابات هذا ضد هذا. ديك الساعه راه الكلام ديالنا غادي يوصل. واخا كتحط فيديو ما كتشوفوا غير 30 واحد ولا 40 واحد، راه اللي مهم كيوصلوا الفيديو. اللي مهم يوصلوا الفيديو. واخا تشوف انت غتفرجوا فيه غير 50 واحد، راه اللي مهم وصلته الرساله. داك اللي وجهتي ليه الرساله راه وصلته. هاد الناس اللي وجهت لهم هاد الرساله راه وصلتهم. لا يجعل تفرج فيه غير 5 الناس. لان علاش؟ اول حاجه كيتحط فيديو كيتيليسارجا كيمشي ديريكت عند مولاه. الرساله كتوصل، وهاد الرساله اللي كنوصلوا هنا راه كتمرضهم. راه ملي كيشوفوا فيديو كيتحط راه اول اللي كيتفرج فيه هو داك الانسان اللي انت كتصيفط ليه هاد الرساله، هو اللي كيتفرج فيه الاول، او الناس اللي كيوصلوا ليه هما اللي كيتفرجوا له في هذا الشيء. مهم
راه قضية ديال الحوت ماشي قضية جديدة. عبد الإله ديال مراكش عنده واحد الزهر في هاد العواشير، ولات القضية ديالو قضية الرأي العام. والرسالة اللي كان وجه للسي عبد الله اللي هو يرد البال فين يحط رجليه، ما يصاوبوا ليه شي حاجة أخرى ويضربوا الزق ويقولوا لك راه ناري جابها في راسو، كما قالت هذيك في الاشهار ديال حوادث السير. يعني يحاول يرد البال اشنو كيدير، لان غالبا غيبيعوا ليه شي وحدين اخرين العجل باش يقمطوه. انا عندي هاد التخوف، عندي هاد التخوف باش ما يورطوا شي واحد في شي حاجه اخرى. يعني بنادم يعرف اش كيقول ويعرف فين يحط رجليه، لان ملي كنقولوا سنوات الجمر والرصاص، حنا عايشين اكثر من سنوات الجمر والرصاص حاليا. في الزمن البصري كانوا اجتماعات كيداروا، كانوا الأحزاب كيديروا لقاءات، كانوا نقابات، كانوا وقفات احتجاجية، كانوا مظاهرات، كان التعبير بعدا على سميتو. مقارنة بدروك لا، دابا ما بقاش. يعني كتشتت قبل ما تجمع. ديك الساعة كيتجمعوا، كيديروا اللقاء، كيتجمعوا 10 الناس، 20 واحد كيخرجوا، كتكون بعدا واحد 200 واحد في الشارع. دابا لا، دابا يلاه كتقول غنتجمعوا، كيشتتوكم قبل ما توصلوا للبلاصه اللي غديروا فيه الاجتماع. واش غادي تخرجوا تحتاجوا ولا ما غاديش تخرجوا تحتاجوا؟ ثانيا دابا ولا الانسان كيتضرب في المصدر ديال الرزق ديالو. اول حاجه يعني الا لاحظتوا هذه القضيه ديال عبد الله هي خطيره بزاف. اول حاجه مشاو ليه هو المصدر ديال الرزق، يعني البلاصه اللي كيدخل فيه الطرف الخبز اراو نقطعوه ليه هو الاول. لان اخطر حاجه هو الفقر، اخطر حاجه هو الجوع. بعض الناس كيقول لك الجوع راه ما كاينش في المغرب. راه ملي كتقطع على الواحد المصدر ديال الرزق راه عيشتيه في الجوع. الجوع ماشي تقول لي راه كاين الخبز في البركاسه، داك النوع اللي كيقول لك راه كيتحط الخبز في البركاسه وطعام كيتحط في البركاسه سير انت كولو. سير انت اللي كتقول هاد الهضره راه كاين الخير في المغرب وكيبان لك غير في البركاسات، سير انت عيش في دوك البركاسات. انت اللي كتقول كاين الخير في المغرب راه الخضره غير كتحط كتخماج، سير انت كل هذيك اللي خامجه. لان انت باقي كتشوف العقليه ديالك حدها البركاسه. عز الله الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو والرساله راه وصلت. والسلام عليكم، عواشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. الى فيديو اخر ان شاء الله.